الذي سيعلن عنه جلال؟ ما الذي سيعلن عنه جلال؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء للمغرب الرياضي الفاسي. إذا بطاقة صفراء، بطاقة صفراء لعماد سربوت. الحكم يعلن عن ركلة جزاء للفاسيين. ستكون فرصة ذهبية لأبناء مدينة فاس لتعديل النتيجة ولتسجيل هدف التعادل. خطأ فادح ارتكبته يا عماد، ارتكبته يا سربوت. كان التوغل من الجابوني لويس أميكا الذي وصل للمنطقة الجزاء وحاول التسديد، بعد ذلك سقط بعد تدخل لم يكن قانونيا من عماد سربوت. ركلة جزاء، فرحة كبيرة لعشاق الفريق الفاسي الذين يواصلون التشجيع. ركلة جزاء قد تعيد أبناء مدينة فاس على مستوى النتيجة. من الذي سيتولى مهمة التنفيذ؟ عماد الرياحي. عماد هو الذي سيتولى مهمة تنفيذ ركلة الجزاء. من سيتفوق على الآخر؟ عماد، عماد عماد عماد. هدف التعادل، جول 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 في الدقيقة 53. ينجح عماد الرياحي في تسجيل هدف التعادل للمغرب الرياضي الفاسي. مع بداية الشوط الثاني ينجح الفريق الفاسي في تعديل النتيجة. بعد 8 دقائق فقط يتفوق عماد على المهدي مفتاح ويسكن الكرة الشباك. تصبح النتيجة هدف لكل فريق.